يتقدم الآن السيد جمال محمد عبد الله الوالي لتكريم الجهاز الفني الجديد من نادي المريخ. الفني لفريق المريخ والذي يقود لهذا الموسم المدرب التونسي محمد بن عثمان الكوكي، لاعب لفريق الأولمبي الفائز، أيضا عمل له مدربا. درب الكوكي أيضا رواد القصة وحقق مع الأهلي شندي واحدة من الإنجازات التي يتغنى بها فريق الأهلي شندي، وهي وصوله إلى دوري ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Baja. Il a entraîné Rawafel Sabra en Tunisie et l'Ahli Shan. Il a eu son master d'éducation sportive. وأيضا سوف يتم تكريم محمد وسيم المعد البدني، وهو حاصل على ماجستير في التربية البدنية وعمل مدربا في الأندية التونسية والخليجية. أيضا تكريم لهشام السيد مدرب الحراس في نادي المريخ، وتكريم أيضا لأعضاء الجهاز الفني خالد أحمد المصطفى والكابتن محمد موسى. نتابع تكريم الجهاز الفني لفريق المريخ من قبل السيد جمال الوالي الرئيس السابق لفريق المريخ لأعضاء الجهاز الفني. نستمع إلى السلام الوطني التونسي. جمهورية مصر العربية. الآن نستمع إلى السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.
جزيلا للسيد جمال محمد عبد الله الوالي رئيس نادي المريخ المستقيل، وشكرا جزيلا للجهاز الفني لنادي المريخ، وشكرا ايضا لإسلام ابنة الصحفي سيليك التي قدمت هذه الوشاحات السيد جمال محمد عبد الله الوالي. تحية لمدرب الحراس من جمهورية مصر العربية كابتن هشام، والتحية أيضا للكادر الوطني جنود المريخ كابتن خالد أحمد المصطفى، الكابتن محمد موسى المهندس، التحية لكم جميعا. الآن ننتقل إلى الفقرة القادمة وهي تكريم اللاعبين.